عراقيين فرحوا يا أهل الطيبين مبارك يا عراقيين فرحوا يا أهل الطيبين تهانينا تهانينا مبارك يا عراقيين مبارك يا عراقيين وليلة من العمر هاليوم فرحوا يا أهل الطيبين. كل عام وانتم بخير يا أهلنا الطيبين والشعب العراقي بخير وسلام وأمان إن شاء الله. وها نحن اليوم في محافظة ميسان افتتاح أكبر مدينة ترفيهية سياحية في هذه المحافظة. بعد ما يضل غريب هنا غريب الجان طلعنا غريب الجان طلعنا بعد ما يضل غريب هنا غريب الجان طلعنا غريب الجان طلعنا عراقي بحكمه بس ناسه ولدنا نصير حراسه عراقي بحكمه بس ناسه ولدنا نصير حراسه ناصرنا اليوم حققناه نظل دوم منصوري ناصرنا اليوم حققناه نظل دوم منصوري مبارك يا عراقيين فرحوا يا أهل الطيبين 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 مبارك يا عراقيين. إذن أحبتي المشاهدين مثل ما نوهنا ببداية الحلقة وعايدنا أهلنا وناسنا الطيبين في عراقنا الحبيب ومحافظة ميسان ويانا محافظ ميسان الأستاذ علي دواي. كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بخير والعراق بخير ان شاء الله تعالى. على هذا المعلم السياحي الجميل. شكرا جزيلا، هذا اقل ما نقدمه كخدمه لابناء المحافظه ان شاء الله. أول شيء هذا اليوم العيد المبارك عيد الأضحى، شو نريد نقول لأهلنا بمحافظة ميسان قبل ما نبدأ ونسولف على هذا المكان وهاي الشيء الجميل؟ ان شاء الله نقول لهم كل عام وهم بخير، عيد عليهم بالخير والامن والسلام، وان شاء الله انه ندعو الله سبحانه وتعالى ان يوفق الناس لما في خدمه البلد و يعني التواصل والتراحم والتوادد والمحبه والسلام، ونوصي ابناء المحافظه انه هاي المعالم والخدمات هي خدمات لهم ومعالم لهم، المحافظه عليها ورعايتها حتى انه يستمرون بالاستمتاع بها هذا ان شاء الله. السلام عليكم. أول مكان بس أو أول مكان ترفيه سياحي بعد راح يجي إن شاء الله بهذا الحجم لحد هذه الايام لحد هذا الوقت بهذا الحجم، هذا اول واحد. بس انه قبله كان هناك حدائق ومتنزهات ومناطق ترفيهيه ونافورات وكثير من الامور، الا انه على هذا الحجم على هذه السعه على هذا المستوى من التنفيذ بالمواصفه والاحجام، هذا اول واحد انه ينشا في محافظه ميسان، والقادم ان شاء الله اكثر. الحمد لله، الله يديمها على الناس. اكيد انا بدله العمل تعني الكثير، تعني بانه احنا لازلنا في بدايه الطريق، ما زلنا في بدايه الطريق، ولذلك انه يجب ان نستمر بالطريق وبالملابس اللي تحقق لنا الطموح، بالملابس اللي تحقق لنا النتائج والانجاز. ولذلك نؤمن بانه البدله الرسميه او الجلوس في المكتب لا يحقق شيء للعراق، وانما نعم كل انسان ومهمته ومسؤوليته. احنا نؤمن بانه اكمال الطريق وانجاز المطلوب هو ببدله العمل، ولا نفارق بدله العمل ولا نفارق الميدان ان شاء الله تعالى الا انه نحقق لابناء المحافظه كل ما يتمنون ان شاء الله. هو اولا علي دواي لا شيء، هو خادم للناس، يعمل يحب العمل، يريد انه يقدم خدمه لابناء المحافظه. مو صعب انه انا اتمنى ونسال الله سبحانه وتعالى انه الكثيرين نفس هذا النوع. علي دواي فقط خادم للناس ويعمل في سبيل اسعادهم وانجازهم ان شاء الله. ان شاء الله الله سبحانه وتعالى هو اللي يقيمه، هو اللي يزكي الانفس. مع هاي الفرحه هاي العوائل والناس فرحانه وهذا اليوم، شنو شعورك كمواطن؟ أنا تغمرني السعادة والفرح، هو أنه حققنا شيء لأطفال العمارة لأبناء محافظة ميسان، حتى نرى البسمة على وجوههم، نرى السعادة تغمر حياتهم
فعالياتهم وأيامهم السعيدة. هذه الثمرة يكفي أنه حاليا أنا سعيد لأنه أبناء المحافظة سعداء. بس اكو ناس حاولت تعرقل هذا. أكيد أكيد. حتى قبل شوي لاحظنا. وراح أذكر هذا الشيء بكلمتي إن شاء الله تعالى، إلا أنه الإصرار والعزيمة والتوفيق والمدد من الله سبحانه وتعالى، وبجهود الخيرين من الشباب المهندسين والفنيين والمعنيين والمعاونين وكل من أنه عمل بإصرار وتحدى الصعاب. الله سبحانه وتعالى وفقنا لإنجاز هذا المعلم. أكيد أكيد إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله يديم علينا الأفراح. وإحنا قلوبنا مع أبناء القوات المسلحة، مع أبناء الحشد الشعبي في انتصاراتهم ضد الإرهابيين وضد الحلوة. الله هاي يكفي، هاي السعادة يكفي. عم شلونك؟ زين. شفت شيء حلو؟ عجبك هذا المكان؟ أي. الله يوفقه، شكرا ليه. هاي مدينة الألعاب الحلوة. اي منو الله يوفقك؟ أحسن. عمو؟ أي. الله يحفظك يا طيبة. يا طفل بريء. فقلت لك أنه إحنا قلوبنا مع أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي في انتصارات مواجهتهم للإرهاب الأعمى، وإن شاء الله هم هناك انتصارات وهنا في الميدان انتصارات خدمة لأبناء الشعب العراقي. بس احنا سولفنا وفرحنا وهذا شعورنا يعني بداخل وحسينا فيه، لكن ايش بك الفترة السياسية؟ هذا المشروع عدة مشاريع، مو مشروع واحد، عدة مشاريع. أعتقد أنه ما تجاوز 2.5 سنين بكل المشاريع، باعتبار أنه هناك بنى تحتية. هاي البنى التحتية تتعلق بالصرف الصحي، بالماء، بالإنارة، بالكهرباء، بكل ما يتعلق بالبنى التحتية. البنى التحتية الأرصفة، الشوارع، الساحات، إضافة إلى تصنيع الألعاب وتجهيزها ونصبها. أبناء الساحة رجاءً، أبناء الساحة لإغراء بدء الاحتفال رجاءً. عوائلنا الكريمة ممكن الجلوس في كراسي مخصصة لهم. نعم. شركة فيزا الإيطالية هي متخصصة في تصنيع وتجهيز ونصب الألعاب على المستوى الأوروبي، يعني أنه تنفذ، ولذلك أنه المواصفات اللي دوناها مواصفات عالمية، مواصفات العالمية اللي هي نفذتها شركة فيزا على مستوى أوروبا وأفريقيا. المدينة تتضمن إضافة إلى البنى التحتية اللي ذكرناها على مستوى الألعاب، تتكون من 22 لعبة للصغار والكبار. لعبة على فرض أنه سكة الموت للصغار، سكة الموت للكبار، السفينة للصغار، السفينة للكبار، متنوعة. 22 لعبة إضافة إلى القاعة الإلكترونية. القاعة الإلكترونية تضم 11 لعبة إلكترونية، وإن شاء الله أنه نعتبر هذا الشيء هو مرحلة أولى، وهناك مراحل أخرى ستستكمل المدينة الترفيهية بكل تفاصيلها إن شاء الله. حسب ما سمعت انه الافتتاحية مجانية. نعم. الدخول أول يوم في عيد الأضحى المبارك مجانا، والأيام الأخرى للأطفال مجانا وللكبار نعم. لا هو الأكثر شيء العوائل، إلا أنه ما نمنع أبناء المحافظة إن شاء الله. أسعار اللعب يعني إحنا هسه مفكرين بأنه 1000 دينار. 1000 دينار هسه رمزية طبعا. هسه إذا نشوفها أنه كلفة بها على المواطنين إن شاء الله هم نسهل، لأنه هو إن شاء الله نطيح إن شاء الله. إذا أحبة المشاهدين، مثل ما تشاهدون هذا المكان الجميل وهاي الفرحة على العوائل الميسانية في هذا اليوم المبارك، يعني توقيت محسوب. قالوا إنه تحدي أن تفتتح المدينة في أول يوم العيد إن شاء الله تعالى. صممنا على أنه في ليلة العيد تفتتح إن شاء الله، باكر العيد اليوم تفتتح إن شاء الله. يعني إن شاء الله هو بتوفيق الله، إلا أنه تحدينا المغرضين، تحدينا الذين لا يريدون الخير لمحافظة ميسان وللعراق. هلا تحدينا اللي أرادوا أن يعرقلون هذه المسيرة. لا، لأنه هذا يضر بمصالحهم الشخصية. نتقدم بأجمل التهاني والتبريكات لأهلنا هنا بمناسبة العيد السعيد، وأقول لكم كل عام وأنتم بألف خير. هذا المعلم هو مدينة ميسان الترفيهية،
حيث خصصت لهذا المعلم مبالغ من قبل الحكومة المحلية في محافظة ميسان وعلى تنمية الأقاليم وبحدود 25 مليار دينار عراقي. أنشئت هذه المدينة الترفيهية على مساحة تقدر ب 42 دونم مساحة أرض عائدة إلى البلدية. طبعا تحوي هذه المدينة عدة ألعاب، منها ألعاب كهربائية وميكانيكية ضخمة وتقدر عددها ب 22 بالإضافة إلى 11 ألعاب إلكترونية وكذلك ألعاب بلاستيكية. كذلك تحتوي هذه المدينة على مناطق خضراء، مساحات خضراء، وكذلك على باركات لوقوف السيارات وعلى أماكن الاستراحة وأماكن ترفيهية أخرى. طبعا كذلك تحوي على شلالات، وهذا دليل أنه دليل افتتاح هذا المعلم الحضاري، واللي أنشأ من قبل شركة فيزا الإيطالية وكذلك الشركة الذهبية العراقية. أن حضور الأجانب الإيطاليين الكوادر الفنية لهذه الشركة إلى محافظة ميسان هو دليل على الأمان والاطمئنان والاستقرار الذي تشهده المحافظة. وبهذه المناسبة أنه ندعو جميع الشركات الاستثمارية الأجنبية للنهوض بالواقع الخدمي والحضري لمحافظة ميسان ودخول محافظة ميسان من أوسع أبوابها وعن طريق الاستثمار، حيث أن الأرضية خصبة للاستثمار. رئيس مهندسين أقدم علي حسون عطوان، مدير بلدية العمارة. ونقلبها على العايل وما يندل طريقه منين. ترفيهي حلو. ايه كذا حلو. جيت انا وعائلتي نشوف الافتتاحيه مال المنتزه، ونشكر كل من ساهم بهذا المشروع ويبارك الله بيه ويستر عليه، وان شاء الله ما ادري اقول، ما اعرف اعبر يعني بصراحه. حقيقه تفاجئنا بهالتطور هذا، نتمنى من الله انه يعمر ميسان اكثر واكثر. اي والله فرحانين كلش، بس ما راح نقدر نركبها لان احنا كبار. ان شاء الله ان شاء الله. والله اليوم عيدين مو عيد واحد حقيقه. العيد هو عيد الاضحى المبارك، والعيد الثاني اللي جاي نشوف مظاهر الفرح وافتتاح هذا الصرح الترفيهي السياحي المتنفس الكبير للمحافظه، وعوائلنا محتاجه لهذه الامور، وان شاء الله هذا تحقق حلمنا وامنيتنا بهذا الصرح الكبير، وجاي نشوف حقيقه مظاهر الفرح والبهجه والسرور، وشوف العوائل جايه تتجول، وحقيقه يوم نشهد احتفال هو الافتتاح بهذه المناسبه، مناسبه العيد. ويا رب أن يكون العراق، وهذا أيضا رسالة للداعشين الإرهابيين التكفيرين، نقول لهم أنتم مش ما تسوون، العراقيين نبقوا فرحانين إن شاء الله في بلد آمن وواحد موحد إن شاء الله. بدينا نعمرك ونبنيك نخلي الناس تتمنى يا عراقي، تزورك يا عراق الخير تجيك وكلها تتعنى. بدينا نعمرك ونبنيك نخلي الناس تتمنى يا عراقي، تزورك يا عراق الخير تجيك وكلها تتعنى يا اهل الطيبين. نعم. انت عراقي وممثلهم وهم اجوا الى العراق، تسالهم كيف وجدوا طبيعه عمل الشركات الاجنبيه في العراق وتحديدا في محافظه ميسان. ان شاء الله. Signor Daniele, come ha trovato il Meisan, come ha trovato anche il lavoro a Meisan? Molto bello, sono stato molto contento di arrivare e vedere un progetto così ben finito e ben organizzato. Veramente è stata una bella sorpresa per me, speriamo di poter continuare ancora molto a lavorare qui in Iraq insieme. يقول بصراحة هو مفاجأة له أن يجد هذه المدينة بهذا الشكل والحلية التي احتلت بها هذه المدينة. لم يكن يتوقع أن يجد في العراق كما هو في الإعلام، لكن حقيقة هو مسرور جدا لأنه ساهم في إنجاح هذا المشروع، ومسرور أن يشاهد هذه الجماهير مبتسمة
ويتمنى أن يكون هناك فرصة أخرى لأعمال أخرى. كرامتنا نعيش أحرار ويد بيد متحدين، بكرامتنا نعيش أحرار ويد بيد متحدين. بارك يا عراقيين فرحوا يا أهل الطيبين، بارك يا عراقيين فرحوا يا أهل الطيبين. بدينا نعمرك ونبنيك نخلي الناس تتمنى. إذن أحبة المشاهدين، بعد هاي الجولة الميدانية في هذه المحافظة انتهت حلقتنا لهذا اليوم، وكل عام والعراقيين والشعب العراقي بخير وأمان إن شاء الله. في أمان الله. نخلي الناس تتمنى يا عراقي، يزورك يا عراق الخير تجيك وكلها تتعنى. يا أهل الطيبين بقت محفوظة عزتنا، هيبتنا وسيادتنا، اي بقت محفوظة عزتنا وهيبتنا وسيادتنا.